السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمهور بيستنى بداية شهر رمضان 2024 عشان يشوف ويشاهد مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، واللي هيتم عرضه ضمن المسلسلات بتاعة رمضان في 2024، واللي بيتكلم عن أكتر الفرق اللي أثارت الجدل في التاريخ، وهم طائفة الحشاشين. وشاركت واتشت البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحقق آلاف المشاهدات خلال الساعات الماضية. وعلقت المنصة قالت إن الحشاشين الطائفة اللي أرعبت العالم في القرن ال11 الميلادي. انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين على واتشت رمضانك عندنا. كريم عبد العزيز بيقوم بشخصية حسن الصباح، مؤسس حركة الحشاشين، واللي بيدخل في العديد من الصراعات. وظهر في البرومو بيلبس ملابس مناسبة للقرن ال11، وعبارته كانت مخيفة، وقال في البرومو: أنا عايز الرعب يملأ القلوب، واللي يعترضنا يتقتل بأبشع الطرق. أحداث مسلسل الحشاشين بتدور أحداث المسلسل حول قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، اللي بيقوم بيها كريم عبد العزيز في القرن ال11. كلمة الحشاشين اترجمت في اللغات الأوروبية بأكتر من معنى، كلها اتفقت في مضمون واحد، وهو القتل بالغدر، أو بمعنى تاني القاتل المحترف المأجور. واتشهرت فرقة الحشاشين في العصر ده بالاغتيالات الدموية لشخصيات مهمة، ولما كانت بتتذكر كان بيصير في النفوس الرعب والفزع. وتم تصوير مشاهد مسلسل الحشاشين في 3 قارات، واستخدم صناع العمل آلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح علشان يكون واحد من الأعمال الدرامية ضخمة جدا والأضخم إنتاجا. أبطال مسلسل الحشاشين بيشارك في البطولة عدد من نجوم الفن، أبرزهم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال وسام الشيخ وعمر الشناوي ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر علي ماهر وغيرهم من الفنانين. والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي. كشف الفنان إسلام جمال عن البوستر الرسمي لشخصيته في المسلسل، والفنان إسلام جمال هيقوم بشخصية محورية في أحداث المسلسل، وهيقدم شخصية سلطان المسلمين في أحداث المسلسل. وبس، دي كانت كل المعلومات عن مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وبس، سلام.